السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل آه، طعمية في الإفطار يوم الجمعة كده بطريقة جميلة جدا. معانا العدس هنعمل منه أحلى طعمية هتاكلوها. معانا كوبايتين عدس نقعهم من بالليل، الصبح على طول عملتهم. معايا معلقة بيكنج باودر، معلقة بابريكا، معلقة كزبرة وفلفل أسود وملح. معايا بصلة حلوة متوسطة، بس أنا كانوا صغيرين أوي البصل عندي، حطيت اتنين. ومعانا 6 فصوص توم، الفص الواحد مش راس التوم. ومعانا كزبرة وبقدونس، حبة كزبرة وبقدونس، وهنضربهم في الخلاط في الكبة كويس. وبعدين هنبقى نحط عليهم بقية المكونات. هنضرب الأول البصل والثوم والخضرة، شايفين عملت ازاي؟ وبعدين هنحط عليها بقية المكونات. ما تنسوش النهاردة تكسروا من الصلاة على الحبيب. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب. يا رب دايما الناس تبقى في أحسن حال، ويجعلها جمعة جبر خاطر ورضا، ويا رب يجعلها جمعة مستجاب فيها الدعاء. يجعلها جمعة يا رب فيها شفاء لكل مريض. يجعلها يا رب جمعة فيها جبر خاطر ورزق حلال للجميع يا رب العالمين. حطينا حبايبي هنا بقية المكونات كلها وضربناها زي ما شايفين. ريحتها رهيبة، ريحتها جميلة جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. زي ما عارفين طبعا يوم الجمعة كله بيبقى متجمع، فبنبقى عايزين طعمية كتير وعايزين فطار كتير وكده. فاحنا عملناها دي بطريقة حلوة كده. شايفين حاطين زيت، طبعا الزيت في البيت كده حاطينه نضيف و حلو كده، ومش مخلينه يقدح قوي قوي ولا يخليه بارد. خلوه متوسط الحرارة بتاعته عشان ما تتحرقش اول ما تحطيها. مش عايزه تحط البابريكا ما تحطيهاش، بس عايزه اقول لكم الطعميه مقرمشه من بره وطريه من جوه وحاجه كده اللهم بارك، جميله جدا جدا جدا. لو وصلتوا معايا لغايه هنا حطوا اللايك. فضلا ليس امرا، حطوا اللايك بتاعكم. القناه مش هتكبر الا بيكم وبدعمكم. انا برحب ترحيب كبير قوي قوي بكل الضيوف اللي دخلوا عندي في قناتي، جدد متابعيني. ربنا يا رب يفرح قلبكم ويجبر خاطركم وييسر لكم الامر. شكرا لكل متابعيني القدام واللي جدد عندي في القناة، شكرا ليكم، تقدير واحترام ليكم. وهنا خلصنا الوصفة زي ما شفتوا، ما خدتش وقت خالص، وحطيناها طبعا الصبح. طبعا كان في معاها فول ومعاها حاجات كتير، بس انا حبيت اصور لكم بس الطعمية الجميلة اللي احنا عاملينها. الكاميرا على فكرة كمان مغمقاها، هي مش غامقة كده. وحلوة جدا مقرمشة، الريحة كأنك بتقلي كفتة. طبعا عندك طحينة حطي عليها، عندك يعني سلطة زبادي، اي حاجة تحطيها عليها جميلة جدا جدا جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم حبايبي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.